نعرف قيمة أنصار فريق الرجاء الرياضي والدعم الكبير للاعبي الأخضر في منافسات كدوري أبطال إفريقيا، لكن إن شاء الله بالعزيمة بإصرار اللاعبين، لأن مهم جدا الانتصار في أول مباراة والتصدر. هذه المجموعة كثيرون يرون الفريق الأخضر المرشح الكبير لتجاوز مرحلة المجموعات رغم هذه المرحلة، بينما انطلاقة رجوية في الدقيقة الأولى، الومضة الأولى، الفرصة الأولى، المناورة الأولى الهجومي وضغط هجومي لتسجيل هدف مبكر وممكن الجول. نعم، الجول الأول، المباغتة الأولى والومضة الأولى. مشاهدينا الكرام، حمزة خاب يفاجأ الدفاعات ويباغت حارس المرمى مودو كريتسا. نعم، 1-0، هدف مبكر كنا ننتظره يا حمزة يا خابة الهداف. نعم، للرجاء الرياضي يفتتح العداد، وأول هدف للأخضر في دوري مجموعات. دقة الراجة تيكي تاكا واللمسة الوحدة، الراجة في استغلال مساحات ممكن قادر أنه يسجل سيناريو أنك تدخل المباراة بهدف مبكر. تسديد، بل هناك في أمريكا الجنوبية عندما استطاع نجمه في السميس فريق الرجاء الرياضي. هنا الكرة الأمامية والمتابعة والثاني جول، والثاني جول. الثاني لم يتأخر هذه المرة جمال حركاس. هل نحن على موعد مع حصة كبيرة؟ هل نحن على موعد مع فيستيفال أهداف؟ 2-0 في ظرف ربع ساعة. مشاهدي الكرام، هو السجدة للمولى تعالى هنا من جانب جمال حركاس وبقية اللاعبين. انهيار مع البداية شامبو شروان، بينما كرة حمزة خابة في العمق. هو جول لا ميدان، الكرة في العمق هنا للاعب حمزة خابة والركنية بعد ذلك. نعم، كرة داخل منطقة الجزاء، الدفاع يتدخل، لا زالت رجوية والتسديدة ولكنها مرة جانبية. مودي كريتسا يتصدى، الثالث كان قريب جدا في لقطة تواكد فعلا المعاناة. كرة في القائمة الثاني وحارس المرمى بعد ذلك لا زالت صعبة. الثالث ممكن ولكن عالية التسديدة. والمنتخب المغربي في المونديال، بينما الكرة إمكانية الجول الثالث لا زال الضغط متواصل كبير في المستطيل الأخضر. الرجاء هنا يواصل استعراضه في وضعية التسلل، فيها وضع من جديد الدخول بهذه الكيفية والدفاع بعد ذلك يخرج إلى الركن. غالين واغو الكرة في العمق ولكن خروج هنا لأناس زنيتي بعد التغطية ممتع. حمزة خابة في الاستلام، حمزة يمر ركلة جزاء، فيها ركلة جزاء فيها إضافة إلى الظاهرة أولمبيك آسفي مع طارق يسعى تالي التنفيذ. هنا تسدد وأناس في المكان المناسب. أناس بن تايك يرفع كرة بن تايك والمتابعة هنا كانت ممتازة. زكريا الهابطي لا زالت رجوية. الهابطي يضغط، هذه ممكن جول الثالث قبل نهاية الجولة الأولى. محمد زريدة يمنح الكتيبة الرجوية ثالث الأهداف بصورة رائعة جدا. تيكي تاكا ودقة بسرعة، الراجة يمشي الأمام، سير الراجة للأمام، والثالث والشباك تعتز للمرة الثالثة قبل دقائق من نهاية. وتسديدة من أولو لكن بعيدة. أولو يسدد هذه الكرة. هنا الرجاء الآن صار عنده أكاديمية يتدرب كذلك هناك، واحدة من الأكاديميات. الكرة على الجهة اليسرى، هنا وضعية التسلل في اللقطة الماضية فعلا اليسرى لمن هناك متابعة بوضوح من جمال حركاس. أنس زنيتي الحكم. أصدقائي المشاهدين، أجدد الترحاب بكم في هذا الموعد الخاص بدوري أبطال إفريقيا نسخة 2022-2023 ولقاء الجولة الأولى بين الرجاء الرياضي حامل لقب الشامبيونز في 3 نسخ 89 97 و99 يدخل غمار المنافسات في دورة لتشتغل في شرق افريقيا. الاصابات، كره اماميه بعد ان لعبت الركنيه في خطا، تدخل المال اليمنى لفائده فريق فايبرز، حذاري من العرضيه في وقت من الاوقات مكانه الايمن لفائده زكريا الهبطي، تخرج الى تماس. هل يظهر إلتو مع فريقه المحبب؟ هنا الكره الاماميه لفائده فريق التسلل، حمزه خابه محاوله التسديد
والتسديدة موديكر فريق الرجاء الرياضي، بينما لدينا كرة والحكم يقول ماذا؟ الحكم يقول ماذا الأفضل يكون على الدفاع أكثر في عملية قطع الكرات وافتكاك الكرات. طلعت منه، ليس هناك خطأ ملعوبة بالسرعة. الرابع ممكن ولكن في موديكريتزا يخرج في وحديث عن نهاية الدراسات ملعب الداخلة. هنا فيها مراوغة، هنا فيها مرور، هنا فيها انسلال، هنا فيها الرابع كان قريبا في اللقطة في الصحراء المغربية. فكل التوفيق للقائمين للسلطات للجامعة الملكية من أجل 2025. هنا كرة الرابع جول الرابع رجاوي لمسة فنية جميلة جدا. يسري بوزوق يتوج هذا الأداء الهجومي الرائع. يسري بوزوق فعلا يمنح رابع الأهداف وبصورة مميزة بعد أسيست وبعد تمريرة مليمترية سحرية حريرية. هون اللي مرفوعة الرأسية، لكن عنده دقائق أخرى. أناس سيتابع هذه القادمة، لكن قبل التبديلات الكرة في العمق جاب. وهنا الكلام عن حسن التنظيم للكأس العالمي زكريا. لا زالت عندك الكرة يا زكريا، ولكن فيها جميل. لمسة واحدة، مراوغة ممتازة. بن جديدة يسدد والركنية في بداية مشوار دوري المجموعات. حارس يتصدى، لا زالت رجاوية، الهجمة لا زالت قائمة. أهولو يسجل 5 أهداف الرجاء الرياضي. يمينية قوية. أهولو هلالو في كرة لروجر أهولو يسجل 5 أهداف لتتواصل. أولو يأمن الكرة ويتواصل فيستيفال. على الصورة سنتعرف على اسم الآخر. فايبرز الآن في الهجوم والكرة تخرج. صار فيها محاولة، فيها تمريرة، فيها دخول. بعد ذلك ناحية اللعب إسماعيل. جميلة من الحفيظي في العمق، ممتازة الفكرة. والبن جديد قبل كاف، هذا شيء مهم جدا. زكريا حدراف ينسى لوجود لتسلل، تمشي ناحية الحفيظي، تسديدة والسادس يضيع. الوداد يتأجل لقاؤه في دوري